بكم. تصدر ترند الإمارات اليوم هاشتاغ خلوة الشباب تزامناً مع انطلاق أعمال الخلوة الشبابية الوطنية التي كان قد أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأسبوع الماضي لمناقشة آمال الشباب وطموحاتهم عبر جلسات عصف ذهني يشارك فيها المسؤولون والشباب. من جهتها غردت وزيرة الدولة للشباب شم المزروعي التي افتتحت الخلوة اليوم قائلة: خلوة الشباب رؤية قيادة تؤمن بالشباب وتعمل مع الشباب للشباب. اللهم وفق قيادة الإمارات وشباب الإمارات. وفي تويتر الخليجي وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي يندد بالخطوات التصعيدية التي يقوم بها الحوثيون وآخرها استهداف سفينة إماراتية قبالة باب المندب، إضافة إلى إعلانهم تشكيل حكومة إنقاذ في صنعاء قائلاً: في الوقت الذي نسعى إلى السلام ونقدم التنازلات من أجل شعبنا، تؤكد الميليشيات بخطواتها وتصعيدها أنها لا ترغب بالسلام ولا تبالي بمعاناة الشعب. الإمارات العربية المتحدة قدمت دعماً عربياً صادقاً لليمن وقدمت دماء أبنائها، وهي أغلى من كل شيء، ولن تؤثر الجماعات الانقلابية وما تقوم به في موقفها. وخليجياً أيضاً الإخواني طارق السويدان يثير موجة غضب جديدة عبر تويتر بعد تغريدة تحريضية قال فيها: أيهما تفضل، الأمن مع الذل أم الحرية مع الثورة؟ ليؤكد بعد يومين في بوست عبر فيسبوك أنه يستثني دولته الكويت، وهو ما اعتبره المغردون محاولة تزلف وخداع واضحة، مذكرين بتحريض الإخوان ضد الحكم في الكويت، مستنكرين اتهامه لكل الدول في المنطقة بشكل غير مباشر بأنها تعيش المعادلة الأولى. لا حول ولا قوة إلا بالله. تحريض على الفتن. ما كنا استفدنا من دروس الخراب العربي شيء. أيهما أفضل، أن تعيش بأمن وأمان أم بين أشلاء البشر ورائحة الدم؟ كفاية تحريض. محدودية تفكيرك جعلتك تختزل الحياة بين هذين الخيارين، بينما هناك العديد من الخيارات التي نعيش وغيرنا فيها بعيداً عن فرضياتك. وكذلك خليجياً حملة هاشتاجات متماثلة تشهدها السعودية والإمارات وعمان لمقاطعة شركات الاتصالات بسبب ارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع جودة الخدمات المقدمة حسب ما أشار المغردون. وأخيراً وعالمياً خبر السطو على نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان في أحد الفنادق الفرنسية يتصدر ترند العالمي. مغردون فرنسيون عبروا عن استغرابهم الكبير من عملية السطو بالرغم من الحراسة المشددة على كارداشيان، فيما جزم آخرون على أن الحادث ليس إلا حملة جديدة للفت الانتباه إلى النجمة التي بدأت تخفت شهرتها. مغردون أمريكيون ومن حول العالم استنكروا حجم اهتمام وسائل الإعلام العالمية بالخبر. هناك أشخاص يتعرضون للقتل يومياً ولا يحظون باهتمام الإعلام، لكن عندما تتعرض كيم كارداشيان إلى الخطر فالعالم كله يحولها إلى كارثة.